فاكر أول مرة سمعت اسم حمدي ووفاء؟ أكيد كنت فاكرهم مجرد زوجين بيعملوا محتوى بسيط، بس الحقيقة لأ، دول مشروع ترند محسوب بالحركة والنفس والكلمة. خلف الشاشة التفكير مختلف تماما، كل ضحكة وكل خلاف وكل بوست بيتكتب وراه تحليل وهدف وإدارة محتوى ذكية جدا. الناس شايفة حب ومشاكل ودراما زوجية، بس هم شايفين نسب مشاهدة، تفاعل، تعليقات بتولع الترند. هم عارفين ان الجدل بيكسب، وان كل كلمة هتتقلب ترند في اقل من ساعة، وبيستغلوا ده صح، يخلوا الناس تختلف وتتكلم فتتابع، وطول ما الناس بتتكلم هما بيكبروا. الناس بتقول دول بيمثلوا، بس الحقيقة انهم بيديروا مسرح كامل اسمه السوشيال ميديا. والمفاجأة هنا ان الجمهور نفسه هو البطل اللي بيكمل القصة. كل ترند ليه عمر، والشهرة على السوشيال ميديا زي النار، لو مزودتش عليها حطب هتطفي. وحمدي ووفاء عارفين ده كويس، عارفين ان الجمهور بينسى بسرعة، فعشان كده هم دايما بيشتغلوا على الخطة اللي بعدها قبل ما الأولى تخلص. كل ترند وليه عمر، والشهرة على السوشيال ميديا زي النار، لو مزودتش عليها حطب هتطفي. حمدي ووفاء عارفين ده كويس، عارفين ان الجمهور بينسى بسرعة، فعشان كده هم دايما بيشتغلوا على الخطة اللي بعدها قبل ما الأولى تخلص. بيبدأوا يسألوا نفسهم سؤال بسيط جدا: ايه اكتر حاجة الناس هتتكلم عنها دلوقتي؟ مش عشان يشاركوها، لكن عشان يسبقوها. الترند بالنسبة لهم مش فرصة، ده ملف شغل فيه خطة إعلامية كاملة، جدل وتمثيل وضحك ودموع، كل ده بيجيب تفاعل من نار. ولو الترند برد بيخلقوا ترند جديد، ممكن بخلاف بسيط، اعتذار درامي، أو حتى بوست غامض يخلي الناس تقول هو في ايه. هم عارفين ان الناس بتحب الدراما، بس الأذكى فيهم اللي يعرف يحول الدراما لمشاهدات. الترند سلاح ذو حدين، يوم يرفعك فوق ويوم يرميك في وش العاصفة. لكن حمدي ووفاء ما بيتخضوش، لأنهم عارفين ان الهجوم أحيانا أهم من المدح. أول ما الترند يقلب ضدهم بيبتدوا يلعبوا لعبة المشاعر، دمعة، اعتذار، أو حتى صمت طويل يخلي الناس تترحم عليهم. الناس بتفتكرهم مكسورين، لكن الحقيقة دي خطة استرجاع التعاطف، خطوة مدروسة، لأنهم عارفين إن الجمهور طيب بينقلب بسرعة ويتعاطف أسرع. ولما الهجوم يهدى يرجعوا أقوى بفكرة جديدة وضجة جديدة وترند جديد. الناس بتقول إزاي بيقوموا بعد كل ده؟ بس هم عمرهم ما وقعوا. كل اللي بيحصل مجرد مشهد من مسلسل طويل اسمه إزاي تفضل ترند حتى وانت بتغرق. في النهاية مش كل اللي بيبان صدق، مش كل الهجوم صدفة. في ناس بتلعب بالشعور زي ما غيرها بيلعب بالكاميرا بالظبط. وحمدي ووفاء عرفوا المعادلة، ازاي يفضلوا فوق حتى لو الترند ضدهم، ودايما الحقيقة وراهم مش قدام الكاميرا. خلف كل فيديو ترندي عقل بيفكر في الخطة الجاية، ودايما هتلاقي الحقيقة مش قدام الكاميرا لكن خلف الشاشة.